السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. النهاردة ان شاء الله باذن الله نفتح قراءة برج العذراء، وان شاء الله باذن الله خير العذراء. قبل ما ندخل في القراءة احب انبه عليكم لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. النهارده 16 ابريل 2024. بتمنى منكم ما تنسوش اللايك، واللي لاول مرة يشوف القناة يشترك في القناة ويفعل كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد مننا. يلا نسمو ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام ونفتح القراءة. بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله. برج العذراء، من الواضح انك انت نهيت علاقة ونهيتها للابد، يعني علاقة ابدية، يعني خلاص وما بتفكرش في الرجوع تاني يا برج العذراء. وعلى فكرة ده كويس، وده احسن قرار انت اخدته خلال السنة 2024. يمكن انت جيت على قلبك، او خلاص يعني انت فهمت ان او وضح لك امور ان انا ماليش حظ مثلا في الفتره دي للارتباط، فانا خلاص ودعت كل الارتباطات، انا مش عايز حب، مش عايز زواج، مش عايز اي حاجه. فانت اخدت قرار، يعني فصلت، يعني مش لدرجه ان انا اقول لك لا ده نصيبك وتقدرك، لا، اقدار طبعا بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن هنا انت اخدت قرار انا بفصل شويه، تمام، يعني خلاص انا هبعد شويه لحين ما ربنا ييسر لي الحال وكده، وده احسن قرار انت اخدته يا برج العذراء. ان شاء الله باذن الله راح ربنا يكرمك بالاحسن والافضل ان شاء الله باذن الله. وكويس انك انت بعدت عن الشخص ده يا برج العذراء. هو عموما كان في شخص في حياتك كده بيحب يورطك، او دايما مورطك يا برج العذراء. انت كنت يعني مستغرب من ان الشخص ده يعني يغلط ويقول لك سامحني ويعمل نفس الغلطه واكبر واكتر، ولكن انت اديته فرص كتير بقى وخلاص، يعني انت اللي جبت النهايه معايا. خلاص يعني ان شاء الله برج العذراء، والله شايفه لك حاجه احلى واحسن كمان يعني بكتير. هنا شايفه ان برج العذراء فيه تحسين هنا يعني هيكون حظك حلو الفتره اللي جايه في الارتباط. الناس طبعا اللي ما كانش لها نصيب في الارتباط او حظها يعني بتتقابلوا مع الناس اللي هي كاذبه غير صادقه معاك في العلاقه، او غير جاد يعني. ان شاء الله راح تتصادف مع حد جاد يا برج العذراء. جدال ومشاكل بينك وبين برج الحمل، بس راح تتصفى، راح تتخلص منها، يعني لان شايفه ان برج الحمل بيحبك ولكن هو عنيد، او انت ممكن تكون بتعاند معاه، الله اعلم. ولكن هو برج الحمل بيحبك، بس في مشاكل الفتره دي كتيره جدا، بس راحت هتقف خلاص. يعني هي كانت في سببها واحده هنا امراه، ممكن تكون هي امراه كبيره في العمر، ممكن تكون الام بقى، الام تبعك والام تبع الشخص، الله اعلم. ولكن هي في هنا امراه كانت، يمكن هي كانت سبب المشكله الاساسيه. ولكن يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله باذن الله راحت الامور دي تتحل. يعني يا برج العذراء مش هتقعد فيها فتره اكتر من كده، يعني ان شاء الله باذن الله. خلافات برضو بينك وبين الابراج الترابيه وراحت تتحل ان شاء الله، او بدات انك انت يعني كنت الاول انا تايهه متبرجله مش عارفه، لكن حاليا خلاص انت بدات انك انت تاخد قرار كويس. بدات المشكله، عرفت المشكله رايحه فين وجايه منين، عرفت حلها. فانت بدات انك انت يعني تمشي على السطور. كنت الاول ماشي سايب سطر وسطر كده، فانت كنت تايه برضو على قد ما انت ما كنت مرتب لها او مركز، ولكن كنت تايه برضو مش مركز قوي. الحمد لله، يعني شايفه ان برج العذراء برضو عنده تحسين في الاموال، عندك تحسين حال في المال والرزق ان شاء الله باذن الله. عندك زياده في المال يا برج العذراء. من شهرين بدات الامور معاك تتظبط شويه في حته المال، ان شاء الله باذن الله داخل على مرحله حلوه فيها مال كويس يا برج العذراء. هو في هنا عندكم هنا حد نيته مش سليمه، مش سالكه من اتجاهك يا برج العذراء، حد مش كويس ابدا، نيته مش كويسه. بتفكر كتير انت في الماضي يا برج العذراء وبتلوم نفسك، ولكن هو الحاضر اللي انت عايش فيه على فكره كويس، بس انت ما تلومش نفسك بقى وتقعد تفكر في الماضي عشان ما تقلبش على نفسك المواجع. ما تقلبش على نفسك المواجع يا برج العذراء. هنا حب، هنا هو حب من طرف واحد، ممكن تكون انت معجب بامرأة وبتحبها، او ممكن انت امرأة بتحب شخص، يعني حب يعني غامض، حب بينك وبين نفسك. اكيد لما الامرأة بتحب اكيد مش هتروح تعبر عن الحب اللي اتجاهها من الشخص، وده ده اللي انا اعرفه يعني. ولكن هو في شخص هنا راح يعبر لك عن مشاعره انت اتجاهك يعني، تمام. ولو انت بقى الراجل اللي انت قاعد بتفكر في امرأة وبتحبها او مشغول بيها، بادر بالكلام او اتكلم، احكي اللي جواك، وان شاء الله هي هتديك فرصة او هتديك مجال، هي يعني هتديك مجال انك تحكي، تمام. فانت احكي وعبر عن مشاعرك اتجاه الامرأة، شايفة ان هيكون في قبول يعني، تمام. ففضل واحكي واتكلم اللي جواك، وان شاء الله هتكون في، يعني بعد الكلام ده هتلاقي يعني ايه،
يا يا لا يعني، بس هي هتديك مساحة، هتديك، هيبقى في مجال انك تحكي، يعني احكي اللي جواك يا برج العذراء. شايفة ان الحكاية لو اتكلمت هتكون لمصلحتك انت كمان يا برج العذراء. اتقلي يا امرأة برج العذراء، اتقلي. بصي، ودايما يعني انا شايفة ان برج العذراء ممكن يعيش وهم كبير جدا مش لا حقيقة بيه، يعني خلاص يعني سيبك من الوهم ده يا برج العذراء، وعيش الواقع، عيش اللي احنا فيه. لان يعني انا، يعني مثلا انا هقعد افكر مثلا ان انا اكون في يوم من الايام اكون غنية جدا، او اكون انا متجوزة مثلا راجل سلطان مثلا، ده احلام مثلا، اوهام. لا يعني مش هنقول لك احنا لو بطلنا نحلم نموت يعني، ولكن مش هقول لك احلم برضو على قدك، ولكن ما تعيش الاوهام. تمام، ما تعيش في الوهم. خلي حياتك كده يعني بطريقتها، بالوضع اللي انت فيه، الوضع الحالي، سيبها على الله. ان شاء الله باذن الله هيجيلك زي ما انت عايز واكتر كمان يا برج العذراء. وتوكل على الله، وان شاء الله راح ربنا يعني يديك على قد نيتك يعني وعلى طيبة قلبك. هو عموما برج العذراء من الناس الكريمه قوي، بس ما بحبش الاستغلال، يعني ما بحبش اللي يستغل، وما بحبش اللي حد يطلب منه حاجه. تمام، فده كويس جدا يا برج العذراء، وانك انت عرفت حد ان انت ما تطلبش، انا اديك بمزاجي. وده كويس انك انت وصلت برضو للمرحله دي، ان بدات تتكلم وتحكي. كنت الاول ممكن تفرط في حاجه غاليه عليك، عادي عادي عادي، مش كل الامور يعني، بس انت بدات انك انت تحكي بقى، لا ستوب بقى، انا بديك بمزاجي، مش كل شويه تطلب، او مش كل شويه تطلبي كده يعني. آه هو في كذا عرض هيتعرض عليك يا برج العذراء، وهيكون ليك يعني حريه الاختيار، فانت هتختار يعني، هيكون من كتر الفرص اللي عندك انت ان شاء الله هتختار، واختيار هيكون مناسب ليك انت ان شاء الله. عقد عمل وعقد زواج ما شاء الله. بص يا برج العذراء، انت داخل على مرحلة حلوة جدا على فكرة. يعني يمكن انت من بقالك 5 سنين بالظبط في فترة صعبة، ضغوطات، لو فكرنا فيهم كده، 5 سنين خبطات، 5 سنين فشل في حب وفي زواج، في ارتباط، في خطوبة، في علاقات، في المال. فمن 5 سنين بالظبط، فانت كنت في كراسات، بتقع. بتيجي تبني وتيجي تقف وتقول الدنيا خلاص، تقوم واقع تاني. ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه دي يا برج العذراء راح تبني مستقبل، راح تبني. تمام، فانتبه بس، خليك مركز في العمل، وتوكل على الله، وان شاء الله راح ربنا هيديك والله. ان شاء الله باذن الله هتطلع من السنه دي مجبور. سنه 2024 هتخلص، مش ان شاء الله باذن الله، وانت هيكون عندك حلم بتحققه كان نفسك فيه بقالك فترة. لو انت مثلا عايز تشتري حاجة تخصك، بيت، او تبدل عقارات مثلا، او انت مثلا عايز تغير شقة، الشقة دي ضايقة عايزة اوسع شوية، طب انا عايزة اجيب بيت في مكان تاني، طب انا عايزة اجيب عربية، طب انا مثلا عايز افتح محل. اللي انت بتفكر فيه ان شاء الله باذن الله راح هتحصل عليه، والسنة دي ان شاء الله باذن الله يا برج العذراء، بس لو اتجهت في الطريق الصحيح وامشي في راسك. يعني بس يا برج العذراء، خد النصيحة من الاكبر منك او الاصغر منك، بس يكون لصالح لمصلحتك. تمام، ومش هقول لك خد يعني من يعني احيانا بقول لك ما تسمعش كلام الناس، ما تسمعش مثلا رايك، لا انت رايك كويس، بس في شخصين يهموا امرك، فما فيش مشكله لما استشيره واشوف الصالح فين واعمله. وان شاء الله باذن الله ربنا هيرشدك على الطريق الصح. شايفه ان انت اتجاهك اتجاه لحد ما اتجاه ده اتجاه صح ليك يا برج العذراء، وما تخافش، وان شاء الله باذن الله راح هتعدي المحنه اللي انت فيها، ايا كانت المحنه اللي انت فيها يعني. حاطط ايدك على قلبك وخايف، وان شاء الله باذن الله هتسلم، هتيجي سليمه يا برج العذراء، وما تقلقش ابدا، ولا تخاف ولا تقلق. انت بترمي ورا ظهرك الفتره دي كتير جدا يا برج العذراء، وبقول لك برده كويس، وبحييك على المرحله اللي انت فيها، والمرحله اللي انت وصلت فيها دي يا برج العذراء. انت راح تبتدي بدايه حلوه على فكره من من تحبه، يعني حد بتحبه قوي 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 قوي، راح تبتدي معاه حياه. في شخص هنا بيحاول ان هو يرتبط بامراه تانية لتاني مره، يعني زواج. يعني انت ممكن تكون متجوز، ولكن انت بتفكر في الارتباط للمرة التانية. اهدى يا برج العذراء، وده يعني شايفه ان انت لا يعني ما تتسرعش في القرار ده، لان ممكن القرار ده ممكن يكون مش لصالحك في الفترة دي دلوقتي، مش لصالحك. حاول تتكلم مع الشريك وتحتويه وتحكي، يعني احكي اللي جواك وفضفض واتكلم، وان شاء الله هيديك فرصة، هيديك مجال للحكايات الحكاية اللي انت تحكي له او تفضفض اللي جواك يا برج العذراء، احكي واتكلم.
ما شاء الله في هنا فرع زينة، راح تفرح، هتفرح والله يا برج العذراء ان شاء الله باذن الله. والفرحة اللي انت في انتظارها او الخبر اللي انت في انتظاره ومستنيه بفارغ الصبر، فارغ الصبر راح هيجيلك، هتحصل عليه. عندك 10 20 25 30 ان شاء الله باذن الله. في خلال لو حسبناهم كلهم الاعداد ديت هيكون بعدها الفرج ليك بالظبط بالظبط. هيكون يعني الايام دي هتكون الفرج بعدها على طول بعد الايام دي. وخدها ممكن تكون اخبار انت يعني في انتظارها، ممكن تجيلك بعد ال20 بعد ال10 بعد ال30 وهكذا. بس ان شاء الله باذن الله الارقام دي طالما طلعت هيكون الاعداد اللي انت ممكن تكون خلاص على وشك المرحله الصعبه اللي انت فيها وعلى الانتهاء يعني. تمام. انت بتتصالح مع نفسك يا برج العذراء، بتتصالح مع نفسك، بتتكلم مع نفسك وبتلوم نفسك. طب انا كنت غلطان، طب انا كنت في حاجه انا يعني انت بتلوم نفسك. وانا يعني اللي بقدر اللي قادره ان انا اقوله لك يعني برج العذراء يعني لا لوم بعد العتاب، بعد العتاب مفيش لوم خلاص. يعني انت بتلوم نفسك على ايه؟ على ايه ده؟ انت بتلوم نفسك على اشياء كتيره جدا، لا داعي بقى خلاص. المهم ان انا يعني اخرج نفسك من الطاقه دي، ما تلومش نفسك. يعني حاول انك انت يعني عيش الحياه بطريقتها. يعني خلاص انا اللي حصل حصل. انا ممكن الوم نفسي على حاجه انا خسرتها، اتسرعت فيها، اشتريت حاجه مثلا اتسرعت فيها، اتسرعت في الزواج، اتسرعت في الخطوبه، اتسرعت لما طلقت، اتسرعت لما فسخت خطوبتي، اتسرعت لما انا يعني بادرت انا ورحت قلت للشخص مثلا انا بحبه، عملت مبادره، انا اللي رحت حكيت، انا اللي اتكلمت، انا اللي حبيت الاول، انا اللي عبرت عن مشاعري. لا داعي، لا داعي لكل ده يا برج العذراء، لا داعي ليه. خلاص اتعلم من اخطائك وما تلومش نفسك اكتر من كده عشان ما تدخلش في طاقه مش حلوه قوي زي ما بنقول. طاقه سلبيه جوه الشخص بتاثر عليك في عملك في دراستك، ايا كانت يعني في الوضع الحياه اللي انت عايش فيها. فخلاص علاقه ثلاثيه وانت نهيتها بالفعل، او انت بدات انك انت تبتعد عن علاقات كنت انت فيها حياه، كنت انت يعني كتير العلاقات او فانت بدات انك انت تتجاهل كل ده. في شخص في حياتك يا برج العذراء انت بدات انك تتشد ليه قوي، معجب بيه قوي، افكاره حلوه، انت منتبه ليه لدرجه انك انت بتقعد تفكر فيه طول الوقت. يعني هو غناك عن حاجات كتير جدا. يعني انت كنت يعني هو يعني هو خد مكانه كبيره قوي، انت ما كنتش عارف او ما كنتش متخيل ان الشخص ده في يوم من الايام هياخد مكانه زي كده، او ان انا بس هو في شخص في حياتك واخد مكانه عاليه قوي او مكانه كبيره قوي يا برج العذراء. هو ان شاء الله باذن الله راح يعني شايفه ان في عندك تقدم حلو ما شاء الله يعني، وده بشاره حلوه يعني انا ببشرك بيها والله يا برج العذراء. وما تشكش في اللي حواليك، والعلاقه دي لازم تنهيها، العلاقه الثلاثيه دي لازم تنهي العلاقه دي يا برج العذراء اذا كنت راجل او امراه، لان العلاقه دي يعني هي مأثره عليكم اصلا في حياتكم يعني مأثره. فانت يا برج العذراء عشان تتفادى حاجه زي كده وتتفاداها بالفعل ابعد او يعني ابعد عن العلاقه دي وفي اسرع وقت ان شاء الله باذن الله. عندك ارتباط من برج العقرب والدلو والميزان، وعندك برضو هنا العذراء، وعندك الحوت، وعندك الحمل، وعندك الاسد. ان شاء الله باذن الله في رجوع وفي زواج، في رجوع هنا وفي زواج ان شاء الله باذن الله. راح ربنا يتمم لكم على خير يا برج العذراء. اكتفي بالقراءه وان شاء الله باذن الله اللي ما انطبقش على القراءه ينطبق عليه الفيديو القادم ان شاء الله باذن الله. واشوفك على فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في رعايه الله.